لو انت من جيل التسعينات فانت اكيد شغلت الاغنيه دي لما اتجرحت، واكيد كمان بعتها للاكس لما رجع ينحنح ويعطف ويلطف. افتكرتوها؟ مش من حقك بعد ما بعت سنين وخدعت بتسأل مين فينا المحقوق. مش من حقك غير تتندم على ايام يوم الدمع اللي انا دقته تدوق. مش من حقك بعد ما بعت سنين وخدعت بتسأل مين فينا المحقوق. مش من حقك غير تتندم على ايام يوم الدمع اللي انا دقته تدوق. مش من حقك تحلم بيا او معايا او تناديني في مرة بشوق. مش من حقك تشكي لي مالك مالي ومالك انت مالكش عليا حقوق. مش من حقك تحلم بيا او معايا او تناديني في مرة بشوق. مش من حقك تشكي لي مالك مالي ومالك انت مالكش عليا حقوق. حاتم فهمي اهلا وسهلا. اللي بكى مدارس وجامعات وشابات وشباب مصر كلهم في اول الالفينات. ما اقصدش والله، بس ده اللي حصل. عامل ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه يا ساره؟ الحمد لله. انت فين يا فندم؟ مش عارف، انا كنت ماشي انت لقيتك انت خدتيني. ما انا عارفه بس انت رحت فين يا حاتم؟ ده انت كنت مقطع قلبنا كلنا. والله رحت شويه مشاوير كده كنت بدور على نفسي الفتره اللي فاتت دي. ولقيتها؟ لا لسه، لو لقيتها هقول. بس حاتم انت الالبوم اللي احنا بنسمعه ده من 2004 مش كده؟ ده حقيقي. 20 سنه ما كبرناش بقى. عايزه اقول لك ان انت ما شاء الله تاتش وود، يعني شكلك صغير لحد دلوقتي. هو انت طالع وانت عندك كام سنه؟ كان عندي حوالي 21 سنه تقريبا دلوقتي. انت نفس الجيل اللي هو بتاع تامر حسني. تامر وشيرين كانوا في 2001، انا 2004 الالبوم بتاعي. ده احنا بقينا نقول على ده زمن الفن الجميل دلوقتي. هو 2001 و2003 و2004 فتره اللي هو تامر وشيرين، وبعد كده كان في لؤي، وبعد كده حماقي، وبعد كده نزلت انا الالبوم بتاعي بعدها. اول من 2001 كده 2005 كانت الفتره دي كان فيها ناس كتير بتبتدي يعني. دي بقى اللي هو عصر ما قبل السوشيال ميديا، وانت كنت عامل ساعتها ترند حاتم فهمي. كنت مكسر الدنيا. انت كنت عارف كده ولا يعني كنت عارف ان انت عامل حاله؟ خد بالك ان الاغنيه بتاعت مش من حقك كانت ناجحه على الراديو ساعتها. قبل ما الناس تشوفني يعني. الالبوم نزل بعد ما الاغنيه كانت نزلت كسنجل. فبعديها الناس بقى يعني لما شافت بقى البوستر بتاعي والاعلانات اللي كانت بتيجي على التلفزيون ساعتها، اللي هو ده اللي بيغني الاغنيه. بينزل بقى صور ليا بتاعت على المجلات اللي عايزه الرنه دي والحاجات دي. الحاجات دي بقى هي اللي خلت وشي يتعرف بعد كده. انت عارف ان انا اختي اشترت الالبوم ده، وكانت اختي بقى اللي هي انا كنت لسه بقى ما ابتديتش موضوع ان انا اشتري شرايط، بس اختي كانت اللي هو بتشتري تقريبا ساعتها لعمرو دياب بس. فانت دخلت بقى هجيب شريط حاتم فهمي، وقلت لها مين حاتم فهمي ده؟ سمعت بقى الاغاني وكنت مكسر الدنيا. الحمد لله. وكان عندك سكه كده تحس ان هو الاغاني تنفع دايما للاكس. تنفع لحد قلبه مكسور وموجوع. خد الروشته دي. صح. فتحس ان هو يعني لا، وكمان فيها عزه كده، تحس انها تنفع سكريبتات لرضوى الشربيني كمان. بالظبط. بس الرجالي بقى الرجالي ستايل. لا كنت انا حبيب قوي وانا صغير باين. فكان عندي كرامتي ناقحه عليا، فتقريبا كل الاغاني كنت بختارها كلها نفس الشكل. كنت بغنيها باحساس بقى عشان حاسس بيها. انت ده الصراحه دي حاجه كانت مميزاك جدا. اول لما الناس سمعت حاتم فهمي اللي هو حاسين ان هو حاسين الاغنيه. ايوه، ان الناس كانت بتشوفني فعلا الشارع او بيكلموني يقولوا لي احنا حاسين ان كل اغانيك بتمثل حاجه شخصيه ليك، عشان انت كنت بتغني دايما اغاني باحساس كان واصل يعني. انت عارف الاغاني اللي تنفع للاكس كمان؟ لا عليك النضاره بقى. اللي عني نضاره. انت كنت واقف في الشمس وانت جبتيني وانا شقطتك. لا بالظبط. الاغنيه بتاعت ما بقتش تفرق معايا، تبقى معايا مش معايا، دي بقى متهيألي ما فيش حد فركش مع حد في الفتره دي ما بعتهالوش او ما سمعهاش بقى وعيط. ايوه، هي كانت تحس انها عارفه الحالات الواتس دلوقتي. الناس كلها كانت بتبعتها لبعض قبل ما الواتساب. وهي على فكره لحد دلوقتي لسه بتتبعت. الناس بتبعتها. انا بشوفها فعلا على التيك توك ساعات ناس بتقعد تبعت لي. ما بقول لك اي حد بيفركش مع حد وعنده حته العزه دي. كان معظم الاغاني اللي هي يعني اكنه مسج حد عايز يعني يوصل ان هو ايه، انا مش فارق معايا، فاللي هو مش من حقك ومش تفرق معايا والحاجات دي كلها. ما تخافش عليا يوم
اطمن قلبي ما بقاش مجروح، خلصت ايامنا وسايبها تروح. اطمن قلبي ما بقاش مجروح، خلصت ايامنا وسايبها تروح تروح. وما بقتش تفرق معايا تبقى معايا او مش معايا. شفت كفايه هفضل احبك ليه. تحفه تحفه الاغنيه دي رائعه. دي بقى تبعتها لاكس يتحرق مكان ما هو. ان زي ما بقول لك كده نبره صوتك حزينه والكلمات كانت متنقيه صح قوي، توجع القلب في نفس الوقت تحس انك مبسوط وانت بتسمعها يعني، لان اكيد قصه عشتها او حد حواليك عاشها. انا عامه يعني انا يعني من زمان ما بعرفش اغني اغنيه انا مش حاسسها يعني. من الاغاني برضو اللي الناس كتيره قوي حبتها واللي اعتقد انا شخصيا شفت ناس كتيره قوي عاشوها يعني. تفتكر اغنيه ايه؟ مش عارف ايه. بتحب غيري. متهيألي ما فيش حد ما يعرفش حد واحده كانت بتحب واحد وراح تحكي له عليه يعني قصه. أيوة. اللخبطه دي ده حقيقي. اعتقد يعني ما فيش حد ما عداش عليه يعني. الاغنيه بتحب غيري دي اصلا كانت قصه انا حكيتها للشاعر، طبعا شاعر كبير هاني عبد الكريم، عمل بعد ما ارتحت روحي ليك، وعمل واو يا ليل شيرين. كان صديق ليا جدا طبعا، بعتز بصداقته. حكيت له القصه كده ان طول في واحد صاحبي معايا في الجامعه، كنا في سيكشن مع بعض، وكان هو دايما يحكي لي عن صاحبته يعني هي زميلتنا اصلا كمان في الجامعه، انه بيحبها ومش عارف يقول لها ايه، وهي بتحكي له عن انها بتحب حد تاني. اوكي. ان احنا اصحاب. الحته بتاعت حتى اللي هو ازاي راح اقول واوصف لها عن جرح انا عايشه في قربها. الحته دي كانت اللي هو بتوصف الحاله دي يعني. دي اغنيه رائعه، تعالى نسمعها. الاغنيه دي كانت قصه جامده قوي. انت ما عشتهاش؟ لا انا ما عشتهاش، بس يعني كل اللي حواليا عاشوا. بتحب غيري وتحكي لي عن شوقها لي، بسمع لها وناري في قلبي، طب هعمل ايه؟ بتحب غيري وتحكي لي عن شوقها لي، بسمع لها وناري في قلبي، طب هعمل ايه؟ ولا خاف ولا هفتح ليها قلبي 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 قلبي، واقول وافاجئ قلبها. ازاي راح اقول واوصف لها عن جرح انا عايشه في قربها؟ ازاي راح اقول واوصف لها عن جرح انا عايشه في قربها؟ قدامي شايف حضنها، حلم اللي ياما حلمت بيه قدامي لكن مش لاقي. طب ليه ما حسيتش بحالي؟ حبيتها يا قلبي ليه؟ عملت 3 ألبومات مش كده؟ بالظبط، وسنجلز بقى اكيد في النص ولا بعد؟ انت توقفت فتره كبيره. انا عملت ألبوم اولاني مش من حقك، وبعد كده عملت ألبوم تاني صدقيني. وفي النص برضو ما بينهم كان في ألبوم نزل كده يعني، كانت شركه عاملاه كوكتيل، كان في مجموعه فنانين. كان برضو في سنجل اغنيتين كانت من ألحاني. اوكي. اغنيه اسمها بحبك قوي، واغنيه تانية اسمها من كام يوم. من 2011 قعدت شويه كده يعني، قلت افصل شويه من المزيكا بقى الثوره بقى وبتاع، ما اعرفش زهقت. عارفه جالي كده بلوك اوت، عارفه اللي هو كان ساعتها مشاكل الثوره، وكان ساعتها برضو الشركات الانتاج كان التحويل بقى ما بين الكاسيت والسي دي، وبعد كده دخلنا في موضوع الديجيتال ماركتينج، فلسه المنتجين كانوا لسه مش فاهمين اللي بيحصل ده. دخلت في بيزنس تاني خالص، مش حاجه بالمزيكا، دخلت في بيزنس اشتغلت شويه في مجال والدي اللي هو السيارات. بعد كده حنين بقى جابني تاني في المزيكا. يعني توقفت قد ايه؟ والناس طبعا كتير لمتني، اللي هو انت ازاي سبت حاجه زي كده؟ طبعا بعد النجاح اللي انت كنت محققه ده 2011 كده توقفت
توقفت شويه لغايه 2016 2017 بقى، رحت راجع بقى ساعتها ورجعت بقى ساعتها. كان يعني كل السنين دي المود ما كانش جايب مزيكا. كنت عايز افصل شويه. كنت قفلت يعني من المزيكا بلس المشاكل الانتاجيه. حسيت ان هو انا عايز حاجه بقى، يعني برضو الموضوع ما كانش فيه ارباح، ما كانش فيه شغل، ما كانش فيه فانا كنت لازم اتجه في حاجه ادخل منها دخل. طب ليه ما فيش ارباح في المزيكا؟ الكاسيت كان واقع جدا، والحفلات كانت مش احسن حاجه، وانا كان الاشكال اللي كنت بغنيها مش الاشكال اللي هي بتاعت حفلات انا كنت بغني حاجات دراماتيك اكتر، والحاجات اللي كانت ناجحه مع الناس. وبعد كده انا في 2011 اتجوزت. خلاص بقى انا ما كنتش لوحدي، كنت عايز حاجات تدخل فلوس، كنت لازم اشتغل. لغايه ما 2017 بقى رجعت تاني باغنيه انا كنت حابب اعملها كمان اهداء لوالدي ساعتها، ان هو كان واقف جنبي جدا في ظروف انا كنت مريت بيها، كنت عامل له بقى اغنيه ومين هقابله. ده انت كل حاجه بقصه فعلا. انا بحب اعمل الحاجات اللي هي حدثها يعني. طب ما تيجي نسمعها. بص هقول لك حاجه، مد ايدك كده ورا الكرسي هتلاقي فيه حاجه، تلاقي الجيتار ده. نسمع ماشي. بقى الاغنيه لايف. مين هقابله تاني زيك؟ مين ضحى عشان سنين وتحمل كل ده؟ كتير يداري عني دموع عيني عشان ما تعبش لي من غيرك كان كده. كمان لما قلت لي انها لباباك حسيتها اكتر. لا حلوه قوي. انت رجعت كده 2017 مش كده؟ وابتديت بقى تعمل سنجلز وانت عامل حاجات قريب. عملت كذا حاجه، في حاجات لذيذه قوي. كان في اغنيه اسمها طيبه النيه. طيبه النيه دي حلوه جدا، حلوه جدا. طيبه النيه اللي فيا برضو جايبالي الاذيه. دي برضو حاتم فهمي اللي هي نفس حاتم فهمي، بس كان في حاجه شقيه زي شقاوه قديمه. عملت شقاوه قديمه. دي حلوه قوي بقى. دي من الحان كريم محسن والمطرب الملحن. واو، حسيت بايه وانت بتعمل اغنيه شقيه كده بقى؟ قلت اغير. حسيت بس هم الناس برضو بيحبوا خلاص حاتم فهمي كده. عايزين نسمع اغنيه من حاتم فهمي كسر بيها مود حاتم فهمي. كنت عامل في سينجلز كنت عاملها من فتره، اللي هي كانت بحبك قوي، دي كانت من الاغاني اللي الناس بتحبها. كنت عامل اغنيه اسمها شوف عشان انا وانت نكون على نور. حلو. كانت بتقول شوف عشان انا وانت نكون على نور وما تحسبش ان انا مغرور، انا بطبعي واحد غيور. ايوه ماليش في ده اختيار. طب لا ما بعترفش بكلمة اصحاب حبيبي، بقفل عليه من الباب، وفي الكلام ده ما عنديش عتاب، مفيش عندي هزار. حلوة والله غلط صح كده رائعة. بقول لك ايه، انا سمعت ان انت عندك موهبة تقليد الاصوات، هل الكلام ده صحيح؟ انا؟ بص انت بتفاجئني؟ مش قوي يعني. كنت وانا صغير كده اللي هو فترة كده كنت بحب اقلد مش عارف محمد محي، اقلد محمد فؤاد، بس طبعا انا مش فاكر الاغاني قوي يعني زي الاول. طب ما تقلد لنا حاجة بما انك جيتار معانا، حتة كده. لا اقلد والعب بالجيتار دي هبقى متلخبط. طب خلاص حاجة واحدة ممكن نطبل على الجيتار، مش لازم نلعب. مش عارف يعني، عارفة اللي هو السكة. كنت بحب، كان في فترة كده محمد فؤاد كان بيعمل اغاني جميلة قوي، زي في اغنية كنت بحبها اللي هي طبعا صبر على اللي بيجرالي. طب يلا. اوقات يا دنيا معاكي بعيش وساعات ما بفهمكيش وانتي ولا فهماني، الجو ده يعني. انا حسيت ان محمد فؤاد معايا اللحظه. صابر على اللي بيجرالي انتي لا ليك يا عزيز ولا غالي. لا ده انت موهوب بقى يعني. موهوب من كل حته. كنت بحب طبعا الاغاني دي جدا. حلوه قوي قوي. طب مش عايز تسمعنا حاجه من الحاجات الجديده كمان على الجيتار؟ والله في حاجه كده مفرفشه من عنيشه. يلا بينا. بس عليك اصبح حبيبي، يلا بس تعالى قرب. طب ايه ما تيجي سيبلي بس شويه نفسك تهواك نصيبي، يلا قرب حبه مني وزي ما تيجي تيجي. حلوه قوي قوي قوي. طب حاتم انا مبسوطه قوي بالكروزه اللي احنا عملناها دي. ايه رايك؟ بس بقول لك ايه، بما اننا طبعا بنتكلم على عصر ما قبل السوشيال ميديا، فيعني مش عارفه انا لو كنت قابلتك 2004 كنت طبعا هعمل ايه؟ كنت اخليك تمضيلي اوتوجراف.
يا سلام، فكرتني ب 10 سنين كده. ما بالظبط 20 بقى، طلعوا 20. خلاص بقى. اكتب لك ايه؟ مع الحب والتقدير هتنفع. طب سيلفي بقى على عصر السوشيال ميديا. مبسوطة قوي. وانا كمان. يلا بقى. عايزة اقول لك حاجة قبل ما تنزل. ايه؟ ما تسيبنيش وحياة عينيك لو مهما كان، ما تسيبنيش قربني ليك اكتر كمان، ما تسيبنيش وحياة عينيك لو مهما كان، ما تسيبنيش قربني ليك اكتر كمان. فكرت ليه في البعد ده؟ معقول اهون عليك كده؟ ده انا لو تغيب يا حبيبي عني انا كنت اموت. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واستنوا الحلقة الجاية.